السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الاخوان كما شفتوا في العنوان وفي المينياتور ملخصات ديال جميع المواد ديال الثالثه اعدادي. اليوم جبت لكم واحد الطريقه من غادي تجيبوا الملخصات ديال جميع الدروس ديال الثالثه اعدادي، منهم الفيزيك منهم الرياضيات والمواد كاملين، التربيه الاسلاميه الاجتماعيات. ففي هذا الفيديو هذا غادي تخرج فاهم كل شيء وغادي تجيب شي نقطه واعره ان شاء الله في الجاي وخاص هذه المده القصيره بعض النصيحه اللي غادي نعطيك في الاخر ديال الفيديو. المهم بلا ما نطولوا بزاف في المقدمه وداك الشيء، ولكن غير واحد الحاجه ما تنساش واللي ما تنساش تخلي معاك واحد لايك وحط سبسكرايب باش ينفعك المحتوى اللي جاي من مورا الجايه بشحال من حاجه. فهكاك علاش خلي معاك لايك وفولو وفعل الجرس ويلا ندوزو للفيديو. اول شي حاجه قبل ما نبدا الفيديو الاخوان بغيت ندوي مع الناس اللي مراجعين شويه ومع الناس اللي ما مراجعين والو ومع الناس اللي مراجعين. اول شي حاجه الاخوان نبداو بالناس اللي ما مراجعين والو باقي ما بداو ولا زانين وشحال من حاجه. اول شي حاجه كنصحك اخي ولا اختي التلميذه واللي هي حاول تنوض تحيد عليك التليفون وجد تقرا. فراه هاد المده هادي الا ركزتي فيه وعطيتي فيه جد فراه تقدر تجيب شي نقطه واعره وتنقذ راسك. تعاود ما تعاود العام وانت عام كامل وانت كتمشي وكتجي، فراه هادشي ما تبغيش لشي واحد. انت كل نهار تفيق مع 8 وتمشي مع الجوج وترجع وتجي مع 6. التمارين هذه راه بحد ذاتها خصك تشجعك باش تنوض وتبدا تحفظ وتفرح انت والديك بشي نقطه واعره في الشيء يومي. المهم هاد الفيديو هذا خصوصا راه ليك انت اللي الا كنتي باقي ما بديتي والو، فراه هاد الفيديو غادي ينفعك بزاف حيتاش غادي نوريك الطريقه اللي غادي تضمن فيها نقطه واعره في هاد اليومين وبواحد الحاجه اللي فيها ملخصات ديال كلشي. المهم خلينا مع اللي باقي ما بدا والو، دابا ندوزو مع دوك اللي مراجعين شويه ومع يعني شويه هكا وشويه هكا، يعني كيقولوا راك يعني مراجعين شويه وما مراجعينش. المهم الاخوان بيني وبينك راكم فهمتوني لا. المهم الاخوان بالنسبه لهادوك اللي مراجعين شويه واللي ما مراجعينش اللي ما مراجعينش يعني بيني وبين اولا حاجه بلا ما تبقى تفكر واش خصني نزيد في هادي ولا خصني نزيد في هادي. هاد المده هادي اللي بقات ليك خصك تنوض وتبدا تخدم امتحانات جهويات تعاريف. اللي مكنتيش حافظ التعاريف سير حفظهم ولا مكنتيش حافظ القران سير حافظو. المهم هادشي راه مهم من الاول ديال العام خصك ديرو، ولكن انت باش تعطلتي في اخر ما عندك ما دير وتقدر في هاد المده هادي تجيب شي نقطه واعره. واخا تعطلتي راه ما يمكنش يكون شي فرق كبير، راه الا كان عندك شويه العقل وفهم تقدر تجيب شي نقطه واعره في الجهوي على ضمانتي. المهم باش غادي في هاد المده اللي بقات لك مثلا باقا تقريبا 3 ايام ولا يومين تنوض تبدا تخدم جهويات تمارين الرياضيات تمارين الفيزيك. وهذا الشيء راه كاين اللي كيكون بادي من الاول ديال العام كيخدم الجهويات باش كيمشي للجهوي ما كيجيبش النقطه، كاين اللي كتبقى له سيمانه كيمشي يخدم فيها جهويات كيمشي كيجيب النقطه. فراه هذا الشيء كيشوف على الاعتياد ديالك. الا كنتي مولف كتخدم جهويات مولف كتخدم تمارين فراه ان شاء الله راه تجيب شي نقطه. خصك انت تدخل ما تخاف ما والو. ديما في الفيديوهات اللي فاتوا ديما كندوي لكم على الستريس، ما تستريس ما والو. غادي انت غادي دير مع راسك تحدي في الدار، اطلق كورون ديال 2 سوايع ولا 3 ديال السوايع وتقول انا مثلا نهضروا على الرياضيات كورون ديال 2 سوايع. شو هاد الماده هذه خصني نساليها 2 سوايع وبدا تحاول معاها مره ما جوج وانت غادي في الصباح خدم شويه، في العشيه ما بين النهار وما بين داك العصر خدم شويه، في العشيه خدم شويه بشويه راه غادي تسالي المواد تقريبا كامل. مثلا في الصباح تخدم الرياضيات، في العشيه ما بين داك العصر وداك الشيء تخدم الاجتماعيات، في العشيه عاوتاني لا بغيتي تخدم الفيزيك تخدم التربيه الاسلاميه. المهم لا بغيتي بحال ما كنقدم لك بروغرام خفيف ما كاين حتى شي مشكل. مثلا حنايا في الشهر باقي لك 3 ايام لا شحال باقا عندكم اليوم ان شاء الله الحد 2 3 الاربعاء واش الاربعاء وكان ان شاء الله هدوزو. المهم الاخوان انا ما عارفش مزيان ولكن وقال الاربعاء هدوزو. المهم في الصباح تخدم الرياضيات حيت كتكون فايق كيكون عندك شنو سميتو كتكون عندك الانضباط زايد حيت اصلا في الجهويه دوزو الرياضيات الصباح دير الاختبار ديالك في الصباح. الا بنت بان لك راسك ما خرجتيش مزيان قال لك تعاود 4 سوايع ديالك ما هي والو 4 سوايع تحاول تبدا تخرج تعنتر مع الامتحان عاوتاني ما بين داك العصر ما بين تغدى ماشي دوز الامتحان ديال الاجتماعيات. كاينه بزاف ديال الجهويات ديال الاجتماعيات في العشيه دوز للفيزيك دوز للتربيه الاسلاميه. بصح حنا نديرو التربيه الاسلاميه على الغد ديال تبدا بالفيزيك والايزفيكتي. الفيزيك دوز فيها فرق بان لك راسك باقي ما فهمتيش عاوتاني ندير امتحان ثاني دوز الايزفيكتي ولا راسك فهمت عاوتاني دوز امتحان ثالث. واخا تسالي معطل ما كاين حتى شي مشكل راه باقي لك يومين ولا 3 ايام فخصك تعطي فيها الشرح
والحراقيه. المهم دابا ندوزو لهادوك اللي فاهمين ولكن كيحسوا بالتوتر وداك الشيء. انا بالنسبه سمحوا لي، بالنسبه للتوتر راه درت فيديو البارح قلت لكم كيفاش دير مع التوتر وداك الشيء، ولكن غنطرق ليه في النهار الاخر. يعني غادي يكون عندكم غدا الجهوي، انا غادي ندير فيديو على التوتر باش تمشيو منضبطين وحلاوة الشو الجهوي وتخرجوا تجيبوا شي نقطة واعرة وتجيو تفرحوني حتى في الكومونتيرات. فكيت علاش دير شي كومونتير وقول لي شحال باغا تجيب باش ان شاء الله انا راه غادي راه فيما كنشوف شي كومونتير ديال شي واحد يقول لي تندعي معاه، والله حتى كندعي معاكم الاخوان، الله يسهل على الجميع، بنادم يبغي الخير لكل شيء. المهم حيدوا هذا الموضوع هذا. اما تقول لك انا خايف وكتلقاه مراجع كل شيء ولكن يقول لك انا خايف. المهم من هادشي كامل خصك تعرف باللي الامتحان الجهوي يومين، هادشي بحد ذاته راه خصو يشعرك بالراحه. يومين كدوز نهار وكدوز نهار ثاني وانت صافي كترجع شنو ترجع ضرب واحد النعسه خياليه كما درت انا. واش نعاود لكم التجربه عاوتاني ديال التنسيق ديالي بواحد الطريقه جديده وداكشي المهم الاخوان نقولوه لي في الكومنتيرات ياك. بالنسبه للجهه ديال التنسيق ديالي تجي ضرب شي نعسه واع صافي غادي تسهل لك داكشي كامل. يومين فرا ما هي والو، حاول تحيد الستريس، تدخل الامتحان ما خايف ما والو، راه ان شاء الله اللي بغى الله هي اللي غادي تكون. دخل عمر الورقة، لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا الإخوان. دخل عمر الورقة وحيد عليك ستريسي واحد الحاجة كعطانا على الأقل. دابا ندوزو للحاجة اللي كيتمناها كلشي واللي هي شنو هاد الملخصات هادو وكيفاش نجيبوه. أنا الإخوان ما غاديش نعطيكم ملخصات، غادي نعطيكم الطريقة والفيديو اللي غادي يخليكم تجيبوا الملخصات ديال الثالثة إعدادي كامل. المهم الفيديو الإخوان اللي غادي نوريكم فيه 6 سوايع ونص مع التركيز، ولا بقيتي كترجع لقطة ولقطة غادي تاخد 7 سوايع ونص. ما هي والو مقارنة بداك الشيء، مقارنة بهاد العام اللي دوزتي. المهم هاد الفيديو الاخوان طلعوا لي بزاف الفيديوهات بديت كنقلب قلت خصني نقاد هادو اللي كيتابعوني. بديت كنقلب هاد الاخوان حيت انا ماشي استاذ باش نقدر نشرح لكم داك الشيء كامل، ولكن قلت نبدا نقلب على شي واحد اللي فهمي يشرح لي انا حتى نفهم انا من عنده نعطيكم الفيديو. المهم الاخوان مشيت بزاف ديال القنوات ما بانتش ليا والو داكشي ناقص الاخوان، ولكن طحت على هذا الفيديو اللي غادي ينفعكم بزاف واللي هو مراجعه ملخصات جميع الدروس ديال الثالثه اعدادي. المهم اي تصوير غادي يطلع لكم في دابا الاخوان. المهم هذا الفيديو هذا فيه 6 سوايع ما هي والو مقارنه بهاد العام هذا اللي دوزتي ياك، وكيشرح بواحد الطريقه واعره. انا دخلت فهمت من عنده طريقه واعره 6 سوايع ونص ما هي والو. دخلت فهمت داكشي واعر كيشرح لك الرياضيات، الفيزيك، الاجتماعيه، التربيه الاسلاميه، اللغه العربيه، هادشي كامل كيشرح لك فيديو واحد. فراه هذه الهوشه ديال الثالثه اعدادي. المهم الاخوان هذا الفيديو دخلوا تفرجوا فيه غادي ينفعكم بزاف، ولكن قبل ما تدخلوا تفرجوا فيه قبل هادشي كامل الاخوان ما تنساوش تخليو لي شي دعوه في الكومنتات شنو تبغوا في الفيديو الجاي، وما تنساش تخلي معاك واحد اللايك وحط سبسكرايب فعل الجرس باش يوصلك الفيديوهات الجايين. واحد الفيديو دابا غادي يطلع ليك مهم ولا بدا خصك تفرج فيه.